بس الليفا كان مزاجه رايق قوي، لقى لوبيس طالع شويه من جوله، حط له واحده من فوق كده بس بيشيلها لوبيس في اخر لحظه وبيضيع على الليفا الهدف الخامس. اخر دقيقه ورونالدو بيحاول بس رومان فاندالفيلر بيشيلها، بعدها بيضيع فاران كرة عمره بعد ما راحت جنب القائم الشمال بكام سنتي، وبتخلص المباراه الاولى مع انتظار المباراه الثانيه على ملعب السانتياغو برنابيو، ملعب الملك ريال مدريد. الى ليله الاحلام، ليله السانتياغو برنابيو، ليله توبي اور نوت توبي بالنسبه للفريق المدريدي، وليله لكتابه التاريخ بالنسبة لفريق بوروسيا دورتموند الألماني. الريال في الدقيقة 5 بيروح بانفراد وبيضيعها العاق جونزالو هويجواين، كورة كانت هتفرق كتير لو كانت جت. على الناحية التانية دورتموند بيلعب على سلاحه الليفا، بس راموس المرة دي كان متكلف بمراقبته. رونالدو بيروح بواحدة في السماء، الليفا بيهرب وبيشوط كورة بس لوبيس بيصدها، والمباراة مولعة في أول 10 دقايق. بيرد رونالدو بكرة تانية على الطاير بس السد رومانو فاندالفيلر